ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ دي تالت حلقه في برنامج حلقاتي. طبعا اللي ما يعرفش انا رايح فين دلوقتي، انا دلوقتي رايح شغل جديد كتمريض. تمام، انا تمريض عمليات وطوارئ. تمام، واشتغلت برضو يعني ليا شويه في الحضانات برضو، وليا في الطوارئ، وليا في العمليات، واشتغلت واتعلمت اتبهدلت في المستشفيات سواء في الفيوم او في القاهره لحد ما انجح. ما بقعدش، ما بستسلمش، بدور دايما، عندي هدف واحلام. اشتغلت في كذا مكان، اشتغلت في البساتين، اشتغلت في مصر، واشتغلت في مستشفى السكه الحديد، اشتغلت في كذا مكان. ملخص موضوعي ان انا عايز اقول انه تخلي اللي قدامكم ده ممكن هدف عشان تقدروا توصلوا. ازاي اللي قدامكم هدف؟ يعني انا واحد زيي، انا لي مقومنا من بيتنا مثلا الساعه 6 الصبح او 5 الصبح لان عندي هدف، لان عندي حلم. طب انا عندي حلم ازاي وهدف ازاي؟ انا راجل بخطط لحياتي، عارف انا رايح فين، مش واقف على حد، مش بستسلم، مش بقف، لا بحاول وبكمل، وعندي يقين وعندي هدف ان ربنا يكرمني. لسه ممكن ما وصلتش بس هوصل وهنجح. ربنا ما بيرزقش حد، ما بيضيعش تعب حد، وطول ما انت بتتعب وتجتهد ربنا مش هيخذلك. ربنا مش هيضيع تعبك. طول ما انت بتحاول هو ربنا مش هيضيع تعبك، بس يلاقي منك محاولات، يلاقي منك انك بتحاول على الاقل، لكن ما تبقاش قاعد في مكانك. تمام، وتقول الظروف او البلد. احمد زويل، الناس كلها اللي نجحت، الناس دي كانت طالعه الاوائل على دفعتها. الناس دي ما نجحتش لما نجحت في مصر الاول، رجعت بره. لما نجحت في مصر وصلت لبره. بيج رامي كان طالع من مصر وهو بيلعب رياضه برده، ما كانش هوايه. لعب في الكويت وكون نفسه واتدرب ورجع مصر واحترف. خد مستر اولمبيا احسن مرتين، احسن لاعب على العالم في مستر اولمبيا ككمال اجسام. فانت بتتكلم في ايه؟ انت طول ما انت بتحاول وشغال على نفسك هتوصل، بس انت تحاول، ما تقفش، ما تستسلمش، ما تقولش الظروف او الحياه لا. شوف انا عندي ايه، شوف انا بحلم بايه، شوف انا وضعي فين النهارده وبكره وبعد. اخطط على الدوام، ما استسلمش، ما اقفش، خليني كده نار ما بتقفش. ما اقعدش استسلم للظروف والحياه لا. انت بايدك تصنع حياتك، انت بايدك تحقق المستحيل، انت بايدك تصنع المعجزات، تسوي الهواي. مفيش مستحيل. المستحيل هو نفسك، المستحيل هو فشلك واحباطك، المستحيل انك ما تحاولش، المستحيل انك ما تثقش بربنا، المستحيل انك ما تعملش اللي عليك عشان توصل. وسيلتي ليك ان اقول لك، ووسيله المساعده ليك ان اقول لك قوم، لسه الحياه قدامك، ما تستسلمش، ما تحطش ايدك على خدك، ما تعيطش، ما تبكيش. ومش مشكله انك تعيط، مش مشكله انك تبكي، مش مشكله انك تغلط، ده طبيعي، كلنا بنغلط، بس نحسن من غلطنا، نعدل، نفهم، نتعلم. غلطت مليون مره مش مشكله، احاول تاني. غلطت 1000 مره، احاول تاني. تعبت كتير في حياتي، مش مشكله، كلنا بنتعب. انت عايش في الدنيا حبيب قلبي، انت عايش في الدنيا، ولقد خلقنا الانسان في كبد. هتفضل طول حياتك تعب، يعني مهما كنت سعيد هتفضل برضه تعبان. المهم انك تحاول، المهم انك تعافر، المهم ان يكون خلي عندك يقين ان ربنا مش هيخذلك، المهم انك تحاول ما تقفش، المهم انك ما تستسلمش للظروف. مش هتعلق شماعة اخطائك على الظروف، اصل ده الدنيا، اصل ما فيش شغل. لا، في شغل، بس انت ما دورتش، انت قعدت في مكانك فما لقيتش. خلي عندك يقين، خلي عندك ثقة بربنا انه مش هيخذلك. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله، اخويا تعبان بطنه بتوجعه. قال له سي عسل. فالرسول كان ذكي جدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال له سي عسل، فجاء قال له يا رسول الله، اخويا مش فيش. قال له سي عسل. قال له بقول لك اخويا مش فيش. قال له كذبت بطن اخيك وصدق الله. يعني ايه كذبت بطن؟ هو في بطن بتكذب؟ في بطن. النبي كان له صيغه، كان له باسورد معين لازم اللي يحله فقيه. الراجل ده لما شرب العسل ما صدقناش وهو بيشرب العسل، ما صدقش ربنا انه بيشفي فما شفاهوش. فانت لازم تصدق ربنا عشان يصدقك. هو انا ينفع اكذب واحد يصدقني؟ هيصدقني ازاي اذا كنت انا بكذبه؟ ينفع اكلم واحد وانا بكذبه؟ طب هيصدقني ازاي لو جيت اتكلم؟ اذا كنت انت بتكذب اللي قدامك هيصدقك ازاي؟ عشان تحترم لازم تحترم اللي قدامك فهيحترمك. انت فاهم؟ يعني خد وهات، ربنا كده، اديله وريله،
وريله انت بتعمل ايه، وريله انا ايه، وريله يا رب انا بدخل المسجد عشان اصلي له، يا رب انا بتعب وبشتغل انا بوريك اهو، يا رب انا بسعى وبحاول وبروح على اخش على بنات الناس عايز اتجوز، يا رب انا نفسي انجح. جرب انك تدعي، جرب انك تقول له انا بحبك يا رب. انت عمرك قلت لربنا انا بحبك يا رب؟ انا بصوا انا اقل الناس خالص في حته ان انا اتكلم عن ربنا، بس صدقوني حته الكلام عن ربنا جميله قوي، حاجه بصوا في منتهى اللذه انك تبصوا تكون يعني تكون مع ربنا، يعني تصلي وتعبد ربنا، انك تعبد ربنا دي حاجه جميله، انك تكون جريء دي حاجه جميله، انك تراضي ربنا دي حاجه جميله، انك ما تقفش دي حاجه جميله، انك تكون بجح دي حاجه جميله، انك تكون جريء دي حاجه جميله، انك تكون شخصيتك قويه دي حاجه جميله، انك تعلق ثقتك بالله دي حاجه جميله، انك ما تقفش دي حاجه جميله، انك تحاول انك تسعى وتجتهد دي حاجه جميله، انك دايما تفهم علاقتك مع ربنا مش حكايه صلاه وعباده بس، لا ده في اكتر من كده، في يقين، في ثقه، في ان انا لازم اقرب من ربنا، في انك تفهم الحتت دي كلها ده شيء جميل، انك ما تقفش في مكانك ده شيء جميل، انك تفهم ان مفيش مستحيل وتدرك ده شيء جميل. هو اللي موقفك ايه؟ نفسك. والله تقدر تحقق كل حاجه، والله اللي جاي عنده عربيات وعنده فلوس وعنده قصور وعنده وغني ومعاه، انت هو مش احسن منك، هو الراجل ده استخدم عقله، ما تقولش ده اسمه ونصيب ورزق، لا هو مش اسمه ومش نصيب ومش رزق، هي مش كده. في ناس مكتوب لها وفي اسمه وفي نصيب وفي رزق، بس هي بتتعلق بالشخص اللي نجح ده واللي انت شايفه غني قوي ده سعى واجتهد، ده اتمرمط، ده طلعت الاجيال اللي بعد كده مرتاحه. تمام؟ فانت جرب النقطه دي، جرب انك تحاول رزقك ونصيبك في نفسك، في فعلك، في شخصيتك، في النسعة، والباقي على الله. تمام؟ الجوارح والاعضاء والعقول وكل حاجه بتشتغل، تمام، وتتوكل، والباقي عليه هو، بس انت سيب الباقي على ربنا بقى، هو اللي هيتصرف، هو اللي له حكمه معينه، هو يعني ما خلقكش عبثا ولا ترقص ده، ما تقولش ده انا حصل لي وحصل، ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك، فلا تقولن ولو اني فعلت كذا ولكن لكان كذا، لكن قل قدر الله مش شاء فعل. ما ينفعش تحبس نفسك في حاجه معينه، ما ينفعش عشان ملتزم قوي تبتدي ان انت بقى ايه تبقى متزمت، لا الدين مش كده، الدين رحمه، الدين حب، الدين انك تعطف على اللي حواليك، انك تقرب من اللي حواليك، الدين انك تعيش حياتك بطبيعيه، الدين ما قالش ان انت تلبس جلابيه قصيره على طول ولا عادي، البس اللي يعجبك. القران بيقول يا بني ادم انا انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما، تمام، ولباس التقوى ذلك خير، او ريش حاجه زي، المهم يعني خلاصه الموضوع عشان مش حافظ الايه قوي، بتقول ايه ان ربنا ما حددش نوع اللبس اللي انت هتلبسه، ما قالش جلابيه مثلا، ما قالش مثلا كذا، انت ممكن تلبس بنطلون وقميص، المهم حاجه تواري عورتك، فما حددش، فانت ما تخليكش متزمت. مش انا طبعا مش عارف الدين قوي بس انا مؤهل ان انا اتكلم، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بلغوا عني ولو بايه، فانا طالما عارف معنى ايه انا مجهز ان انا اقولها. فانت ليه حاصر نفسك؟ ليه متزمت؟ ليه تعبان؟ ليه كل ده؟ ليه ربنا خلقك فرحان وسعيد، وخلقك جابك الدنيا دي عشان يفرحك ويسعدك وعشان يدخلك جنته وعشان يرحمك من عذابه وعشان يختبرك. الدنيا قصيره قوي يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قول ما انا الا كراكم مستظل تحت شجرات ثم ذهب وتركها. الدنيا ملهاش لازمه. الدنيا عباره عن ايه؟ باب، تخرج من الباب ده تطلع الباب التاني، شكرا. الدنيا مش محتاجه تعب وان احنا نشيل ونخنق نفسينا ونتعب، والظروف ومراتي والبلد والعيال، لا، الحياه مش كده. الحياه ان انا اسيبها على الله واسعى واجتهد وخلاص. اللي خلاني مش هينساني، اللي خلاني متكفل بيه هو الله رب العالمين. نسيتوا ربنا ولا ايه؟ انا لو اقول لكم عن ربنا ده انتوا اكتر ناس عارفين. مشكلتكم انكم مش مصدقين ربنا انه يقدر. مشكلتكم ان كل واحد فيكم حاطط صنم جواه اسمه ربنا بيعبده وخلاص، على مزاجه، على هواه. لو حطيت حكمة ان انا افهم ان ربنا عز وجل قادر وحطيت اليقين جوايا، والله العظيم ما في حاجة هتقف قدامي. بس انا اللي مشكلتنا ان احنا ما فيش الحتة دي.
مفيش انك تصدق ان ربنا يقدر. ما بنتعلمش، ما بنسألش. لما واحد يجي يقول لنا مثلا ده ربنا، طب عامل، طب ربنا سبحانه وتعالى فين، نقول له ما تتكلمش، لا حتة ربنا دي بالذات لا، خلي بالك، حرص، مش عارف. لا، هو عايز يسأل، عايز يفهم مين اللي بيعبده، هو ايه ده يعني، الحاجة اللي بيعبدها دي يعني. سبحان الله، ربنا اللي بعبده ده ايه؟ طب ايه؟ ربنا عز وجل، تمام، له حكمة في خلقه، تمام. لما خلقنا الحكمة، فلازم نفهم أطفالنا وولادنا يعني إيه ربنا، يعني إيه ربنا في حياتنا، يعني إيه ربنا في حياتنا. الحاجات دي لو فهمناها بجد هتتغير حياتنا بجد. أشوفكم على خير، وأرجو إن الحلقة عجبتكم، ويكون يا رب تكون طلعت خير عليكم واستفادة كبيرة ليكم، وتكون سبب في شحنة كبيرة للشباب، تمام. ويا رب دايما اشوفكم دايما موفقين وناجحين. وعايز اقول ان احنا عندنا اصرار غير طبيعي. لو حطيت ضم على الصاد اللي هي مصر تبقى مصر، فاحنا عندنا اصرار ملوش حدود. وانا واثق ان انا اكيد اللي انا قلته النهارده يكون شحنه لكل الشباب والبنات لتحقيق الاهداف والاحلام، ان مفيش مستحيل، انك تقدر تعمل كل حاجه، ما عليك انك تثق بالله وتخلي عندك يقين بيه. اشوفكم على خير في حلقه جديده وبرنامج جديد، ويا رب يكون عجبكم. السلام عليكم.